عسلامة مرحبا في فيديو جديد. هذايا فيديو نهاية حد روتين نهاية كامل. نشوفوا معايا شنو عملت. اكيد راكم ما عرفتوا شنو باش نطيب. باش نعمل كسكسي بالعصبين. تعرفوا والله لا كنت مبرمجة جملة لا حكاية لا عصبين لا حتى شيء. جاب لي القضية فيها ربتين سلق ومعدنوس. عندي شوية لحم وشوية كبدة في الفريجيدير. هاي قلت علاش ليه ما نقومش نعملهم هكا شوية عصبين. مشيت خليت كرشة صغيرة يعني متاع تشوفوها. قصيتها كالسلق ربتين سلق وربطة معدنوس. غسلتهم مليح زدت عليهم الكبدة واللحم قصيتهم تريفات وزدت الروز وشوية هريسة عربي وطماطم ونعناع شايح وتابل وكروية وفلفل مرحي وفلفل أكحل وشوية شبت عندي هذيك الحكة اللي وريتها لكم كهو. خلطتهم بالكدا وزيت. خلطتهم بالكدا وحمص كل مرة نتفك اي الحمص خاطر نسيته من بعد زدته. خلطتهم بالكدا كهو. وهذه في العشية مخر يعني كنت قاعدة قلت خليني نحضرهم يعني السبت وخلي نهير لحد كان عشنا نعمل كسكسي هكا بالعصبين حاجة شهوة معناها. والله صدقوني كما قلت لكم لا تكلف لي حتى شيء معناها جست زدت شوية كرشة لهنا. شوفوا الخليط اللي فضل لي منه. عندي الساشيات هذوما متاع الروز هذوما يعني يبيعوا فيهم الروز. زدت حطيت فيهم طبعا بعد نوريهم لكم بالكدا. هذايا كما قلت لكم السبت العشيه كملت كل العصبانات صدقوني من با سويعه حضر كل شيء. نظفت كوجينتي وحطيتهم في الفريجيدير. نهير لحد قمت هكا هاو باش نطيب الكسكسي على روحي. والله ساعات حاجه ماكش مبرمجلها تجي مليكتها خفيفه ومعناها ما تشدش الوقت وبالحق ما تكلفش. والله قلت لكم انا ديما كي يبدا عندي كبده ولا حاجات هكا يعني ديما نرمي في الثلاجه يعني ما نحطش يعني ديما نخلي منها الحاجه نرميها في الثلاجه نستحقها في نهاية اخر. هكا هاو لهنا كما قلت لكم هاكا جاوني كعبات يعني 5 كعبات حشيكم. باش نطيب منهم كسكسي. هذيك الساشي شوفوا. تو باش نقبهم كعبات العصبين. الساشي هذيك راهي منقبة حاضرة. عطاو نوريه لكم. شوفوا لهنا باكو الروز كي نشريوه يبيعوه هكايا يعني ساشيات متاع روز. هذاك الساشي اليمونتير يعني نطيبوه في الماء يعني هاو باش نوريكم. شفتوا يعني يتحط في الماء يغلي يطيب يعني ساشي اليمونتير ما يصير لها حتى شيء تشوفوها. حطيت شويه زيت زيتونه حطيت بصل حطيت مغرفتين طماطم وفلفل هذاك الاحمر هذاك باش نخليه معاهم والفلفل الاخر قليته ونحيته. نحل شويه الطماطم فك الزيت وبشويه ماء ومن بعد نفوح ونمرق. بالنسبة للطماطم كيردة راهو روز ولا كسكسي بالعصبين ما تحطوش برشا طماطم وفاح. شوفوا انا نحط بالمغرفة صغيرة خاطر العصبين نفوح وفيه الطماطم يعني كان تحطوا كمية كيما مستانسين طيبوا يعني الطماطم اللي طيبوا بها كي تعملوا كسكسي باللحم ولا بالدجاج راهو يجيكم ياسر مطمطم خاطر العصبين مش يسيب الصوص اللي في وسطه. هكا هاو باهي لهنا هاوكا حطيتهم الكل حطيت السفنارية حطيت الحمص باش نسكر عليهم ونخليهم يطيبوا على رواحهم. باهي هوني حطيت نغسل في المعون باش ما تراكمش عليا يعني كما قلت لكم انا راني نهاير لحد ما عنديش فيه روتين يعني ما نقضيش لا نزرزق ماء لا حتى شيء جست يعني نلم فروشات الاولاد فرش بيتنهم وكل. نكنس ونتلهي بالفطور يعني ما عنديش روتين ما نحبش نزرزق الماء والدنيا كي يبداو الاولاد في الدار. هكا هاو هذا يتسمى نهاية راحتي نهار لحد سبت ولا حد نرتاح فيهم الحق. به لهنا قلت لكم نغسل في المعون هكا سي كملته. هكا القهوة بحذايا هاي كانت ترشف فيها. هكا ما نحبش الحوسة ايه باش ما تكاثرش عليه. حطيت الزيت حطيت كسكسي الفين هذاك الجويد انا ديما نطيب هذاك. بس بستو بشوية زيت ولهنا عندي كاس ماء حطيت فيه مغرفة صغيرة كركم ومغرفة صغيرة ملح نبل بيها كالكسكسي هذاك. هذه كسكسي الشارع راهو مش كيما كسكسي العولة يفرقوا وباش نحطو يفور.
لا لهنا ريتو الماء نخليه لين يفور يعني يسخن على الاخر، ومن بعد نرمي هاك الكسكسي هذاك. فوالا نحطو نغطيه بمنديله ونخليه يفور. انا نحب هكايا خير، يعني ديما المرقه نطيبها في الكوكوط والكسكسي نخليه يفور على روحه، في ساعه يطيب لي. لهنا كيما وريتكم نقصت في الزيت في الغاز باش يطلع هكا الزيت الفوق، وهذاك ان يعني نبسس به التفويره الاولى هذيا. نحلك الكسكسي بالكدا ونرجعوا على يعني ونرجعوا يتفور تفويره ثانيه هكا هاو. لهنا هاكا سيطاب باش نسقيه. هذه كسكسينا والله صدقوني لا شد لي يدي لا حتى شيء، سختو التحضيرات كما قلت لكم ديما انا الحاجه اللي تشد اليد راني نحضرها من الليل ولا من العشيه. انا قاعده نولي العشيه نحضر باش ما نحبش يعني الحاجه اللي تتعب برشا وتبخل. فوالا هذه كسكسينا طاب. نودكم ومن شهيكم ان شاء الله شهيتكم في الجنه. لهنا العشيه باش نخرجوا باش نوريكم. صدقوني انا قعدت مصدومه، معناها انا ملفوفه كبوت وإشاخ وكل، ومشينا نلقاو الناس تعوم. صدقوني الناس تعوم، ناس قاعدة على العرمل يلعبوا بالكورة بلاش حواي، يعني منحين مراولهم صغار حفاية عرية. والله فهمتش انا الفرنسيس بالحق هكاكا راهم يعني اليوم تجي الدنيا سخونة ينحيو غدوة باردة يلبسوا يغطيو هكاكا يعيشوا، مش كيفنا ما يلفوش كيفنا. شوفوا لهنا هذايا ريتو هذايا تحت البحر، هذا نفق تحت البحر يعني تحت البورد. تشوفوا هاكا الفليك يعني قصة كي ندخلوا في النفق هذا يعني عاملينه قصة هكا باش ما على الفوق يعني الكياس الفوق. ولا شوفوا محلاه هكا المنظر متاع هذوكم الفليك برد هو متاع الفليك هكا هاو. تشوفوا معايا شوفوا البحر. صدقوني ما فهمتش انا من طينة مانيشني فهمتهم والله. نحنا ياسر نرعشوا بصراحة. شوفوا ها هذين هاي لحد يعني هاي الناس الناس يعني يعوموا وهاكا الاولاد بلاش مراول حفها هاكا حفيانين الصغار. شوفوا انا نوري فيكم كبوت انا مصدومه حتى ولادي لفتهم قال لي ولدي نحنا البركون تخليناش نخرجوا له والناس هاي تعوم. اللي يعوم اختي بصح هي راهو الوقت هذايا يعني البحر والماء البارد ينشط الماء يكبس هذا هاكم. هكا هاو عملنا بهم دورة. والله ما ندمتش لي خرجت بالحق تفرهدنا. زرقت الشمس هكايا. هذايا بارك زادا بجنب البحر هذاك الفارو يتسمى. طلعنا الاولاد خذينا قهيوات هكا هاو مشينا وهزوا معاهم هما عنا الكورة في الكرهبة كي ليناها شمس ولاو جابوا الكورة. شوفوا المنظر محلاه. فيه قاعدة في الصيف لهنا ديما كي نقعدوا هكا خطر عالي برشا. هو باليه ويكتبوا فيه صداق ويعني عرسوا فيه ساعات نلقاو عرايس وكل حاسيلو ومنظر حلو هكايا. عالي جاي عالي فيه هو برشا حاسيلو. لهنا حطيت داك اللي شاخ متاعي وقعدنا الاولاد يلعبوا بالكورة وكها وعدينا هذه نهير الى حد وروحنا على رواحتنا. والله ندمت قلت يا ليتني الايامات الاخرى واحد كي وين تزق شمس يخرج واحنا ديما واحنا قاعدين في الدار ركشين نموتو كان على الركشه ساعه واحد يخرج يشم شويه هواي هكا باهي حاسيلو. هذا كان فيديونا لليوم ان شاء الله في فيديو جديد وبالسلامه والى اللقاء.